كل عندها مراهق تعرف المنظر ده الساعة 7 الصبح وانت عمالة تجري وراه عشان يقوم يروح المدرسة. مين فيكم بيعاني مع ابنه المراهق كل يوم الصبح؟ والله انا عارفة ان الموضوع ده ممكن يخلي اي تتجنن، بس تعرفوا في حلول بسيطة قوي ممكن تخلي الصبح احسن بالنسبة لكم. المشكلة مش في الولاد، المشكلة ان احنا مش عارفين نتعامل معاهم صح. تعالوا اقول لكم على شوية حاجات جربتها وشفت نتائجها عملت ايه. اول حاجة حيلة ميعاد مزيف. قولي لابنك ان المدرسة الساعة 7:15 وهي اصلا ميعادها 7:30، بس ما تقوليش طبعا ان ده كذب او انت بتكذبي، لا قولي له ده ميعاد الخروج المريح، ان كده مش هيحس بضغط وهيوصل مرتاح. تاني حاجة استراتيجية الشريك المسؤول. خلي ابنك يبعت لصاحبه رسالة كل يوم الصبح وصاحبه يبعت له يقول له ها انت قمت انا قمت، ويبقوا بيساعدوا بعض. الأطفال ممكن يلتزموا مع بعض أكتر ما يلتزموا معانا، ودي حاجة نفسية مجربة. تالت حاجة بقى قاعدة ال3 أشياء الممتعة. يعني خلي دايما يكون في حاجة هو بيحبها أو ممتعة يصحى لها كل يوم الصبح، زي يوم الحد مثلا الفطور اللي هو بيحبه، بودكاست مثلا يكون مسلي يسمعه في العربية. المخ دايما محتاج حافز إيجابي، مش بس لازم نروح المدرسة وخلاص، مش كفاية صدقوني. رابع حاجة خدعة التحضير العكسي. بدل ما تحضري له كل حاجة اطلبي منه هو يحضر لك حاجة. فتقولي له مثلا ممكن تحضر لي كوباية شاي بتاعت الصبح، ممكن تساعدني اجيب الجزمة من فوق، اصل على الرف اللي فوق قوي وانا مش طايلها، انت ممكن تقدر تطولها. فيبقى صاحي برضو بيساعدك تعملي حاجة، مش مجبر وخلاص. واخر حاجة سيبي ابنك يتعلم من غلطه. يعني لما يحصل ان ما يروحش المدرسة او يفوتها يبقى في عواقب لده. فمثلا لو ما راحش المدرسة كذا مرة في الاسبوع، يبقى اخر الاسبوع للأسف مش هنخرج لان احنا فوتنا المدرسة كذا مرة، ودي حاجة مهمة. بكده هيتعلم يشيل مسؤولية تصرفاته ويتحمل العواقب اللي بتيجي منها. انا مش بقول لكم تسيبوهم على راحتهم خالص، بس تساعدوهم بالادوات اللي يقدروا ينجحوا بيها، ولازم يشيلوا مسؤولية قراراتهم. كده انت مش هتبقي بتزعقي ومضغوطة كل يوم، وهو هيبدأ يعتمد على نفسه. جربوا الحاجات دي اسبوع وقولوا لي في الكومنتس النتيجة كانت عاملة ازاي.